السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مقارنة كاملة بين وحش سامسونج وأحدث موبايل من أبل، سامسونج اس 25 الترا وآيفون 16 برو ماكس. خلونا نشوف مين الأفضل من ناحية التصميم والشاشة والأداء والبطارية والكاميرا. أول حاجة معانا التصميم وجودة التصنيع. الآيفون 16 برو ماكس جاي بهيكل من التيتانيوم مع وزن أخف من الجيل اللي فات وبيقدم متانة عالية، أما السامسونج فجاي بخامات فخمة جدا مع إطار ألمنيوم قوي وزجاج جوريلا أرمور. سامسونج أكبر حجما وبيقدم القلم اس بن كميزة إضافية، لكن أبل بتركز أكتر على الإحساس الفخم والخفة. تاني حاجة الشاشة. الآيفون 16 برو ماكس بيجي بشاشة سوبر ريتنا بحجم 6.9 إنش لأول مرة، وده أكبر XDR بروموشن للآيفون لحد دلوقتي، مع سطوع بيوصل ل 2000 نيتس. أما سامسونج اس 25 الترا فبيقدم شاشة دايناميك وسطوع 2600 نيتس بجودة QHD بلس ضخمة بدقة أموليد 2X. يعني التجربة في السطوع والتفاصيل هتميل شوية لصالح السامسونج. الأداء والمعالج الآيفون مزود بشريحة A18 برو المبنية على معمارية 3 نانومتر، ودي بتدي أداء خرافي خصوصا في الذكاء الاصطناعي والجرافيكس. اما السامسونج بمعالج سناب دراجون الجديد، وده اقوى معالج اندرويد حاليا في الالعاب التقيله. الاتنين متقاربين جدا، لكن الاي او اس مع A18 برو بيضمن ثبات اعلى مع الوقت. رابع حاجة معانا الكاميرات. سامسونج اس 25 الترا بيجي بمستشعر رئيسي 200 ميجا بكسل مع كاميرات تليفوتو وزاوية واسعة قوية جدا، والتقريب البصري بيوصل ل 10 اكس. الايفون 16 برو ماكس بقى عنده كاميرا 48 ميجا بكسل محسنة من تكنولوجيا جديدة في التصوير الليلي، وكمان بيقدم زوم 5 اكس في النسخة البرو ماكس. كالعادة الفيديو على الايفون اقوى، لكن الصور والتفاصيل والزوم عند سامسونج متفوقة. اما من ناحية الاسعار، الايفون 16 برو ماكس كالعادة سعره اعلى وبيبدأ من حوالي 1200 دولار، لكن بيحتفظ بقيمته عند إعادة البيع. أما السامسونج فسعره أقل نسبيا وبيقدم لك مميزات زيادة زي الاس بن والشحن الأسرع. الخلاصة، لو انت بتحب الفيديوهات السلسة والأداء المستقر مع قيمة إعادة بيع عالية فالآيفون 16 برو ماكس هو اختيارك، لكن لو عايز شاشة أقوى وكاميرات بزوم خارق وبطارية عملاقة وتجربة أندرويد كاملة فالجالاكسي اس 25 الترا هو الخيار الأمثل. وبس كده، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.